تعتبر المستشفيات مكان للرعاية الصحية، لكن ده ما ينطبقش على كل المستشفيات، لأن في مستشفيات مليانة بالأشباح والأرواح الشريرة، والظواهر دي بتبقى من أسباب مختلفة، ومن بينها الأحداث السلبية اللي بتحصل في المستشفيات. والنهاردة هتكلم عن أشهر المستشفيات المسكونة بالأشباح في العالم، والمستشفيات دي كانت موجودة على أرض الواقع. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجيلك إشعار بكل جديد بقدمه. ويلا نبدأ الفيديو. مستشفى شانجي في سنغافورة من المستشفيات المسكونة بالأشباح. تم بنائها عام 1935، وكانت مستشفى عامة قبل ما تستولى عليها اليابان في الحرب العالمية الثانية، ومركز تعذيب للأسرى من بريطانيا والهند واستراليا. وظهرت قصة بيتقال فيها إن المستشفى مسكونة بأرواح الضحايا اللي تعرضوا للقتل والتشويه في المكان ده، وفي شهود كتير أكدوا إن هما بيسمعوا أصوات تعذيب والصريخ جاي من المستشفى، وده اللي خلى الحكومة تقفل المستشفى سنة 1997. مستشفى أثينا للأمراض العقلية في الولايات المتحدة الأمريكية اتفتحت في عام 1874. المستشفى دي كان بيتم استخدام أقصى أساليب العلاج، زي وضع المريض في حوض مياه باردة أو التعرض للصدمات الكهربائية، وأوقات بيستخدموا الأدوية اللي ليها آثار جانبية وبتبقى أدوية خطيرة جدا. لكن أكتر الطرق قسوة هي إجراء جراحات في فص المخ الأمامي من الدماغ، واتقال إن اتدفن زي 1900 شخص في أرض المستشفى، وكان الدليل على كده هي القبور كان مكتوب عليها أرقام بدل أسماء الأشخاص. وحصل شيء غريب جدا، 1978 مريض اختفوا من المستشفى بشكل فجائي، واتقفلت المستشفى في عام 1993. ومن اليوم ده ظهرت حكايات عن أشباح بتتمشى بالليل في ممرات المستشفى وعند المقبرة القديمة. مستشفى سيفرالز في كولشستر بإنجلترا، مستشفى أمراض نفسية اتفتحت عام 1913. المستشفى كانت بتستخدم طرق للعلاج قاسية جدا ومثيرة للجدل، زي الصدمات الكهربائية والجراحات الدماغية، بالإضافة إلى استخدام المرضى كفئران تجارب للأدوية الجديدة وتعذيبهم حتى الموت. واتقفلت المستشفى نهائيا في عام 1997، وبيتقال إن هي مسكونة بأرواح المرضى اللي عانوا فيها. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وسلام يا أبطالي.